كيفين يصيرون نواب الحافظ الأسد مع الأسف. واحنا نقول له عين العين، ونقول له احنا ما نقبل أن رئاسة الدولة الاتحادية يقودها مجلس رئاسة، لأن حزب البعث العربي الاشتراكي ما تقود مسيرته سكرتاريين، تقود مسيرته ثوار ومناظرين وصيغ العمل الجماعي. اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربعه. طاهر أحمد أمين، إسماعيل إبراهيم النجار، بدن فاضل. اطلع دندن الهاجس والجاك الدبيعاوي والبروق تلوحي في عرض المخيل، يطمع الطمع بها وانا غناوي اشرب الفنجال وداني طويل، والله اني بالشعر عدت الرهاوي اغرف الجزله معي والمستحيل، ما قضيت العمر كله بالمناوي من شيء لا بغيت. ماخذ حقه بحبك شو ماخذ حقه بدقك شو مرد العلم عني لا ترد العلم عن غيري، ماخذ حقه بحبك شو ماخذ حقه بدقك شو مرد العلم عني لا ترد العلم عن غيري، ولو التاريخ بيحاول يهضمه ما هو مهضوم من اول ما خلقنا ندري ان القاس له باري، عسى الفكر النداوي لا تسر فوق السحاب الحومي ميلها على حفل ابو برقاس وسر يساري، وعدنا بك يلا حياها وبينك حياه والدوم صدات الحزن تظهر عليها الشمس سمالي. جعفر العبيدي، تولد 1/1/1967، عمره كان 16 سنة و6 أشهر و7 أيام. 66 مو 68. لا مو 67. عفوا 67. 66. 66 عفوا 66. لو شدوا خشمي 55. خشم ما في 55. 55 مو مش خشم حيل قوية. الأول الركن علي حسن المجيد، آمر استعراض يوم القدس. إذن أعدم علي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والبالغ من العمر 67 عاما. المجيد ينحدر من مدينة تكريت مسقط رأس الرئيس العراقي الراحل. عرف عنه أنه كان الذراع الأيمن لصدام حسين ورجل المهمات الصعبة. يا قوم يا تاريخ حكام بغداد مهما كبرت ولا سامي كبيرة، تاريخ فنجار شان ثلاثي أبعاد مترامية الأطراف في كل ديرة، مغرب الفرسان وطلال الأمجاد يبقى لها زعما قال احتاد سيرة. كانت فرحة اليهود الإسرائيليين بسقوط بغداد أعظم من فرحة الأمريكان أنفسهم، حتى قال بعض مسؤوليهم: الآن يعيش الإسرائيليون بأمان. أن الرئيس الليبي معمر القذافي اقترح قبل تهديد صدام لهم مقترحا غريبا كعادته يطالب فيه بكسر الحاجز النفسي مع إسرائيل، فقاطعه صدام وقد بلغ به الغضب منتهاه، وصاح عليه بأعلى صوته باللهجة العراقية: انجب، بمعنى اخرس. فسكت القذافي ولم ينبس بكلمة واحدة. وقف صدام بمسدسه أمام جميع القادة المجتمعين في آخر مؤتمر لهم في بغداد قائلا: والله من يعمل أي علاقة مع إسرائيل أقتله بهذا المسدس ولو كان على فراشه. هذا المفروض الشيعة الروافض الموجودين بالبحرين لو أنا موجود لا أحرقهم حرق، هذول كلهم خرج مجرمين لازم نحرقهم. مع الأسف هذول راح صدام. يا مصايب زمننا ليه أخذتي منا، توه أول حياته ما اهتنى في حياته، راح خلى حلاله ودع أغلى عياله، سيرته ذكرياته ما حلا ذكرياته، جلسته ما تملي طايع
نصلي ندعي الله الثبات في سؤال الثبات. قابوس بن سعيد للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز نصحه فيها بوقف الحرب على اليمن التي اعتبرها فخا أمريكيا يستهدف المنطقة. رسالة دعمت ما قاله الأمير الوليد بن طلال إن الضوء الأخضر الأمريكي لضرب اليمن هو فخ خطير نصب للسعودية بهدف إضعافها وتقسيمها، وشبهه بالفخ الذي نصب للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. الشيعة ارتفع لواءها وعلي صوتها بعد سقوط نظام صدام حسين. بدون أدنى شك بأن نظام صدام حسين نجح في تطويق النظام الإيراني، كان قادر على صد الريح الصفوية عن المنطقة العربية. ما حد يقدر ينافسنا ولا يشغلنا الفخر، وهو الفخر يظهر بنا من حيه. انت سندنا المعالي قصر ما حولنا، وانكوينا ننجح الكيه بعرض الكيه، وانكوينا ننجح الكيه بعرض الكيه. وانت يا ليت الفخر مش هضانا تسنى، رجع الراقب ورجع رعايا النفسيه، وانشد اللي يفهم الموضوع. إذا متوهمين إنه ينطون غطاء لإسرائيل حتى تيجي تضرب بعض الحدايد بالصناعة، ترى واهمين، والله لا تخلى النار تاكل نص إسرائيل. ولذلك ومن غير أن نسأل سوف نضرب إسرائيل. ناصف لقد وصفت تل أبيب وخفة وينفع وعكا والخضرة وتيمونة وأسقلان، إسرائيل كلها تحت الكسر. اضرب تل أبيب، اضرب تل أبيب، اضرب كسر دمر اقصف كل جنب وحدة تشوفه اخطف، خلي الإسرائيلي يرجف. اضرب تل أبيب، شرشح تل أبيب، سجل واكتب يا تاريخ، شعب بيضرب صواريخ، ومن الولد حتى الشيخ بدنا نقصف تل أبيب، بدنا نضرب. عندما تجرع خميني السيم قبل أن يوقف إطلاق النار، كانت القوات المسلحة النظامية الإيرانية والحرس الثوري قد تقريبا دمر تدمير تمام، والآلة العسكرية كلها أصبحت أما مدمرة أو بدينا إحنا، وكان من الممكن أن نندفع إلى أي اتجاه نريد حتى العاصمة. عند السلامين الدها مطوعت روس العصا، عند السلامين الدها مطوعت روس العصا، تاريخهم كل قرا عدوهم عاشوا وضيبون يا طيب الفعل، فرسهم ب10 جبال وقلت لي وشهم قبل، مهد خذا منا حقوق من هو يعادينا يذب.